اليوم غادي نقادو الفقاس وحنايا غنحتاجو الحليب. المهم راه خصنا الحليب غادي نجبدوه من البكيره دابا، وداك الساعات غادي نكملو معكم المكونات. غنقادو فقاس باللوز والججلان. كنا جمعنا 2 كيسان د الحليب هنا. دير وقع على الكشكوش هنا. دابا راه حنا غنقلبوا على البيض. راه بانت ليا واحد البيضه. بسم الله. صافي خصنا الحليب والبيض والزيت، خلاص راه كيتشرى. شنو هو العجيل؟ راه العجيل الناس. قلبوا في هذه. لا ما فيهاش هذه. سهلا ومرحبا بكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الفقاس البلدي 100% بالبيض البلدي والحليب من البقره نيشان. الفقاس ديالنا كيجي هذا الفقاس لذيذ بزاف لانه بطبيعه الحال محضر مكونات ديال الباديه، كيجي لذيذ بزاف، كيجي هشيش. نتمنىكم تجربوا في هذا الفقاس، هذا اكيد غادي يعجبكم. غير هو انا درت يعني بكميه كبيره، درت 2 ديال العجينات. غنخلي لكم المقادير ديال العجنه وحده في صندوق الوصف. غادي نبدا. اول حاجه عندي هنايا 10 ديال البيضات و2 ديال بياض البيض، يعني 2 هنا كيبانوا غير 10 ولين 2 البياض البيض ما غاديش يبانوا لحقاش هما بيضين، و2 ديال الصفار احتفظت بهم باش غادي ندهن بهم الفقاس من الفوق. غادي نحتاج 4 د الكؤوس ديال السكر سنيده الوزن بكاس العنبه. وغادي نحتاج 4 ديال الكؤوس ديال الزيت النباتيه. بالنسبه للزيت النباتيه ضروري تعبروه بهذا الكاس ديال العنبه. اللي ما عندهاش كاس العنبه كتعبر 160 مليلتر بالضبط، يعني 160 مليلتر. اللي كيعبر الكاس العنبه كيعبروا بالسوائل ماشي بالنواشف، بالسوائل كيعبر 160 مليلتر. هنايا استعملت 4 د الكيسان. الا كثرتو الزيت او لا عبرتو في شي كاس كبير غادي يجيكم فقاس كاملو كيتفرتت، كاملو كيجي هشيش. درت انا معلقه صغيره ديال الملحه، ودرت 2 ديال الساشيات ديال سكر الفانيلا للتنسيم طبعا. وهنايا 2 كيسان ديال الحليب ديال البكيره. باقي هذا الحليب سخون، ماشي سخون سخنتو انا في العافيه، لا غير هو سخون باقي من البقره نيشان جا الفقاس. هاد المكونات كاملين غنخلطهم مزيان مزيان حتى يوليو خليط واحد. داك البيض البلدي كيكون شويه مجموع، ما كيبغيش يتفرت، خصني حتى نبرك عليها، ماشي بحال البيض الرومي دغيا كيدوب مع الخليط. صافي نحرك مزيان مزيان حتى ما تيبقاش يبان ليا من الزيت من البيض من حتى شي حاجه، كلشي كيبان لون واحد. عندي كاس ديال الكاوكاو محمر ومطحون، ماشي ضروري تستعملوا كاع هادشي اللي درت، قلت لكم تستعملوا غير انا غنقول لكم. عندي هنايا نص كاس ديال النافع. عندي هنايا كاس ديال الكركاع اللي غير هرمشتو ما محمر ما والو. عندي هنايا كاس ديال الججلان غير سخنته واحد شويه في الفران. عندي هنايا كاس ديال اللوز خضر ما محمر ما والو، ولكن ضروري يكون مهرمش لا هو لا الكركاع باش فاش تكونوا كتقطعوا في الفقاس ما يتفرتش. الا كنتو غادي ديروه صحيح ضروري خصو يكون مرطب من قبل هو والكركاع. صافي غنخلط كما قلت لكم. يمكن لكم تستغناو على كاوكاو وعلى الكركاع، يمكن لكم ديروا غير اللوز والججلان والنافع. صافي غادي نحرك. انا هادو غير لقيتهم متوفرين هنايا عندهم في العروبيه ولا نستعملهم. صافي غنحرك دوك المكونات كاملين وغادي ندير 3 ديال الساشيات ديال خميره الحلوى بالوزن 7 غرام اولا 8 غرام، كاينه الزا اولا ايديال اللي استعملتو. المهم ديروا 3 الساشيات، يعني ساشي ونص في العجنه وحده. هنا درت 3 ديال الساشيات ديال خميره الحلوى.
الوزن ديال 7 غرام. صافي وغادي نبدا نحرك، نبدا نخلط. غادي نبقى نزيد الطحين بالتدريج. الطحين يكون خاص بالحلويات، داك الفرص اللي كيكون رطب. كما قلت لكم القياس ديما في اي فيديو ما نقدرش نقول لكم بالضبط، لان تقدر تخسر لكم الوصفه الا قلت لكم بالضبط شحال درت انا، لان الطحين ماشي بحال كاين الطحين اللي تيكون تيتشرب، وكاين الطحين اللي كيكون ما كيتشربش. كاين اللي كيتشرب السوائل وما كيتشربش الدهون، وكاين اللي كيتشرب الدهون والسوائل. يعني انواع ماشي بحال. يعني الا عطيت لك انا عبار واحد يقدر يجيك الفقاس جاري، او لا يجيك ناشف يعني كيتفرت يجي قاصح وما يصدقش معك الوصفه. انا نوري لك القوام ديال العجينه كيفاش كيجي، وانتي داك الساعات غادي تحاولي باش ديري بحالها. صافي هانتوما نبدا نجمع في الطحين. هاد لي راه عجينه كبيره، يعني راه تتبان كبيره، استعملت قصريه كبيره ديال صحاب العروبيه، انا عندهم كلشي كبير. صافي هانتوما العجينه خصها تكون رطبه. خصكم تبقاو كيفاش تكونوا كتكوروها ما تبقاش تشقق اولا شي حاجه، خصها تكون رطبه بحال هكا. وما ديروش الطحين بزاف في دقه واحده، ديروا غير بالتدريج. وانتوما يعني وانتوما كتجمعوا ما خصهاش تكون العجينه قاصحه، ضروري خصها تكون كرطبه باش تسهل عليكم انكم تشكلوها وما تجيش كتقطع اولا شي حاجه. صافي غادي نحاول نقاد حرابل هكا طوالين. الا كنتو غادي تقطعوهم نيشان غادي ديروهم يعني واخا يكون شويه الحرب والغليظ. الا كنتو غتقطعوهم مايلين حاولوا ترققوا شويه هذاك الحرب لانه باقي كيتنفخ في الفران. يعني خصكم حاولوا ترققوه بحال القياس ديال المدلك. تعرفوا المدلك بحال هكاك القياس ديال المدلك باش خصكم ديروا، لانه باقي كيتنفخ في الفران وكيولي كبير. وبعدوهم في الطاوه. ها انتم انا كملت ليهم حربلتهم كاملين، دايره طاوه كبيره. صافي وغادي ندهنهم هنايا بالخليط ديال صفر البيض وواحد 2 معالق ديال الحليب، 2 صفر البيض و2 معالق ديال الحليب. وغادي راني دهنتهم غير تقطع ديال الكاميرا، سمحوا لي بزاف. صافي وغادي نبدا نشرط. الا بغيتو ديروا نيسكافي ديروا، بغيتو ديروا كاكاو ولا بغيتو يخرج لكم داك اللون مغموق ديروه. انايا درتو هنايا طبيعي غير بالبيض والحليب، ما درتوش بنيسكافي اولا كاكاو. ونبدا نشرط خطوط هكا غاديين نيشان بالفرشات. وهنايا الفران غادي ما يكونش سخون، غادي يكون بارد. غنكمل الشراطي كاملين. كما قلت لكم الفران يكون بارد وتدخلوا الفران. يعني ما تكونوش مشعلين من الفران من قبل، ودخلوه الفران ويطيب لكم على خاطرو، وما تجهدوش عليه العافيه باش يطيب من الداخل وما يبقاش معجن من الداخل. هنايا البنات راني طيبته حقاش كنت درتو في الليل، طيبته وفرشت ليه فوطه يعني فازقه وغطيته بفوطه فازقه. ماشي غير تغطيوه صافي ومن التحت، لا ضروري خصكم تفرشوه وتغطيوه بفوطه اللي تكونوا رشيتوا عليها الماء وعصرتوها مزيان. علاش؟ لحقاش الا غطيتوها غير من الفوق الفقاس كيرطاب غير من الفوق ومن التحت كيبقى قاصح. فاش غتكونوا كتقطعوا غادي يبدا يتقطع لكم من الفوق، غادي يتقطع عادي، ومن التحت غيبدا يتفرتوا لكم الجوانب ديال الفقاس. ضروري انكم تفرشوا من التحت وتغطيوه من الفوق باش بالفوطه تكون يعني مرطبه بشويه الماء، وتغشيوه في شي بلاستيكه بطبيعه الحال باش تجمع ليه ديك السخونه وديك الرطوبه. بيتو ليله كامله لانني وجدته انا في العشيه، وبيتو حتى الصباح عاد باش قطعته. من الاحسن باش ما يضيعش لكم الفقاس كاع نهائيا. كتمشيو غادي مع حبه والموس يكون ماضي ورقيق، ضروري ما يكونش حافي باش ما يضيعش لكم الفقاس. صافي وانتم كتقطعوا بهذا الشكل. يمكن لكم الا بغيتو تغلظوا التقطيعه اولا تصغروا التقطيع نتوما وحسب الرغبه ديالكم. صافي هانتوما انا راني قطعتهم وبقيت كنشرح لكم والفيديو كيدوز. صافي هنايا غادي نستفو في الفران، في الفران باش يدخل باش يتحمر. الفران انا استفتو قطعته، الفران راه سخون من قبل وما تجهدوش عليه بزاف باش ما يتشوطش الفقاس ويتخطف لكم. لا نقصوا عليه وتبداو تحمروه من الفوق، وعاود عاوتاني قلبوه وحمروه من الجهه الاخرى. الناس كلشي كيعرفوا الفقاس المغربي ضروري، غير باش كاينين شي بنات اللي يلاه كيتعلموا غادي خصهم الشرح بالضبط. يعني كيتحمر على 2 جوايح. صافي دابا غادي ندخلو الفران وغادي نرجع معكم في التقديم النهائي ديالو. هنايا من بعد ما حمرتو لاحظوا ما تحمروهش بزاف، يعني غير كيولي
تيشد داك اللون ذهبي صافي وكتخرجوه. كنشكركم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات ديالي، وبالاخص الفيديو ديال رزيزه اللي دخلوا لي بزاف ديال الناس، وكنقرا دوك لي كومونتير ديالكم وكيعجبوني وكنضحك والله العظيم. ما تنساوش تعملوا لي ابوني اللي مازال ما دارش ابوني وجيم، وتخليوا لي تعليق زوين كما دوك التعليق اللي كتخليو ليا. نخليكم دابا مع السلامه في فيديو اخر ووصفه جديده.